بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هعمل معاكم النهارده اكله حلوه بالطريقه الصح اللي هي المفروض بتتعمل بها، مش الطريقه اللي احنا بنشوفها دي خالص للقلقاس، طريقه خضره القلقاس. دي يا جماعه سيريس كده حبيت اوريه لكم، وجرجير وفجل وكده. الخضره دي كانت دايما الله يرحمها ماما دايما كانت تجيبها كده، السيريس دي بالذات انا ما جبتوش من زمان قوي. فكانت ماما تجيب دايما السيريس ده تحطه كده على ترابيزه السفره في صينيه، وتغسله وتلفه كده فوق قماشه، وتحط طبق الجبنه القديمه بالطحينه والزيت، وطبق جبنه قديمه بزيت بس، والطبق الخيار. وكان الرايح والجاي يعمل سندوتشات من الجبنه القديمه دي وياكل والخضره. الجعان لحد ما الاكل يخلص. وكانت الصينيه دي ما كانتش بتشال نهائي، صيف شتاء الصينيه دي موجوده على الترابيزه، الجبنه القديمه والخضره والحاجات دي تمام لحد حتى في رمضان. فالله يرحمه ويحسن اليه يا رب، كانت دي صينيه الخير والله بامانه يعني. شوفوا يا جماعه، هنا خضره القلقاس، احنا بنشيل الورده بس من العود زي الملوخيه بالظبط، ما بنقطف. انا هنا بس خليت اخر عودين عشان اوريهم لكم، عشان طبعا ما اطولش عليكم. اهو شوفوا، باخد الورده بتاعت الخضره، مش باخد الخضره اضربها في الخلاط واخد ميتها واحطها للقلقاس. لا، دي القلقاس الصح اللي احنا كنا بنعمله، وما زال دي طريقه القلقاس الصحيحه، زي الملوخيه كده والمخرطه والكلام ده تمام. فانت بتجيب الكزبره، بتاخدي الورد بتاعها، دول 7 ربط كزبره جايبهم ب 10 جنيه. كانت ماما بقى تجيب ب 50 جنيه مره وب 50 جنيه مره، وتعملها وتعينها بقى في الفريزر لما اكون بتعمل قلقاس بقى في الشتاء والكلام ده. كانت تبقى يعني الخضره جاهزه كده على طول. خلاص، اهو دي العيدان بقى. خلاص اهي بقى كده الخضره معايا بقى اهيت. انا هغسلها واسيبها بقى تصفى خالص من ميتها، وساعات كنت بعملها بالليل على بيات واسيبها في المصفى لحد الصبح الاقيها نشفت. بس انا هنا عملتها في نفس اليوم، وكنت مشغله المروحه قدامها فنشفت. يعني لازم ما يبقاش فيها ميه، بصوا لازم تبقى ناشفه. هسيبها بقى كده في المصفى تنشف معايا شويه قبل ما اخلص اللي ورايا، تكون نشفت شويه هشتغل فيها على طول. دي علبه قلقاس، انا كنت عاينه حوالي 4 علب بالعلبه دي تمام. احنا عندنا بنحب القلقاس جدا، فببقى عامله في العلبه ديت واحده 2 كيلو 2 كيلو وشويه. لان بنحبه يعني، نفض طبق ولا حاجه بعينه ما بيجرالوش اي حاجه في التلاجة تمام. المصفى هنا وقعت في الخضره، فبفرز بقى القلقاس في العلب دي. بجيب القلقاسيه واحده، اجيبها 2 كيلو، القلقاسيه تطلع 2 كيلو، تطلع 2 ونص، 2 الا ربع حسب. بجيب القلقاسه واحده، وكل واحده اقشرها واحطها في علبه، بتبقى من 2 ل 2 ونص تمام. فهنا بقى الخضره معايا نشفت اهي، والقلقاس اهوت بقى اهوت تمام. طبعا بطلعه بقى من الفريزر. بتكوني بقى طبعا عندك شوربه، حتى لو انت عندك شوربه عيناها، ولا شرط لحمه ولا الكلام ده، يكون عندك مثلا لو هتشوي فراخ بيبقى دايما عند تعين الشوربه يكون عندك فراخ هتشويها. فبتطلعي القلقاس، تطلعي شويه شوربه اللي انت عينهم عشان تحطي القلقاس فيه، لان طبعا احنا عارفين القلقاس ما بيتعملش بميه، يعني في كذا يعني اكل كتير ما بينفعش بميه. خلاص، انا هنا كنت مولعه على لحمه، فاكرين اللحمه اللي انا كنت عامله لكم كفته، لما بقول لكم جبت كيلو الا ربع، نص هطبخه معاكم طبخه تانية وربع هنعمله كفته. اهو دي بقى النص بتاع الطبيخ اهوت، وكنت عامله معاكم ربع كفته تمام. فعشان كنت انا ناويه اعمل قلقاس، انا بصراحه بحب القلقاس مع اللحمه. هنا اللحمه بتاعتي بعد ما غلت هديت عليها النار، شوحتها تشويح حلو، وميه مغليه حطيتها عليها، وحطيت البصلايه والحبه الفلفل والملح قبل ما اخر ربع ساعه في التسويه. ساعه ما الحاجه تغلي معاكم يا جماعه تهدى عليها النار زي الشمعه، تاخدي احلى اكل، احلى اكل في الدنيا كلها تاخديه. اول ما تلاقيه غلى تروحي مهديه على النار كانك بتدمسي فول على سخان كهرباء. ما تحتاجيش انك تقعدي تحطوا ميه، لان الميه لما بتغلي كتير بتقل. تحطي لا تلاقي الشوربه لها طعم، ولا الخضار له طعم، ولا اي حاجه لها طعم. الاكل على النار الهاديه زي الشمعه جميل جدا جدا، حلو قوي. هنا بقى معايا صينيه اهي المونيا، حطيت فيها شويه زيت حلوين، شويه زيت حلوين كده مش قليلين، واحط الخضره. بصوا بقى يا جماعه، ان شاء الله انا هبدا معاكم. طبعا احنا فيديوهاتنا في الحلويات، في المعجنات، في المخبوزات، في الحلويات الشرقيه، في كل حاجه زي ما احنا ماشيين. بس انا عايزه اعمل معاكم اكلات اقتصاديه، احنا الظروف عادت صعبه جدا جدا. هعمل معاكم اكلات اقتصاديه حلوه قوي قوي قوي، يا ريت وان شاء الله تدعوا لي اكتر ما انتم بتدعوا لي عليها. بس انا عايزه منكم طلب. هل يا ترى نعمل اكله اقتصاديه يوم في الاسبوع، ولا يومين، ولا 3؟ انا بس عايزاكم تردوا عليا في الاقتراح ده. نعمله كام يوم في الاسبوع؟ يوم ولا 2 ولا 3؟ وانهى ايام في الاسبوع نعمل فيه الاكله الاقتصاديه؟ يعني مثلا عرفوني، عشان هبدا اعمل الاكلات الاقتصاديه دي، يا ريت تردوا عليا وتعرفوني. ان شاء الله اكلات حلوه، وتبقى توفر معانا شويه طول الاسبوع، وفي نفس الوقت حاجات كويسه، واللي بيحب ده هيعمله، واللي ما بيحبش ده هياخد من اللي بيحبه. يعني يبقى فيه حاجات كتير وحاجات هتعجبكم
حاجات هتعجبكم قوي قوي والله بامانه. انا عملت منيو للحاجات ديت وحاجات هتعجبكم جدا. انا هنا الخضره بقى على القلقاس بتتحمر، خضره القلقاس بتتحمر على البوتاجاز. خدت القلقاس هنا حطيته في قلب الحله، ماشي، عشان اكب على الشوربه. اصلا انا عامله لكم منيو، يعني الحياه صعبه والظروف صعبه، عملت منيو اكلات اقتصاديه حلوه قوي قوي، وقلت انزل لكم بيه ونقول ايه اهو يومه يعدي. فعيالي بيقولوا لي ايه رايك يا ماما لما تفتحي قناه تانية وتكتبيها وتعمليها اسمها ايه، إيه، اهو قناة جميلة واهو يومه يعدي، يعني قناة تانية ونعمل فيها الاكل الاقتصادي، تتسوقوا معايا، ننزل نتسوق، نشوف السمك، نشوف الخضار، نشوف الحاجة اللي نقدر نجيبها تكون سعرها مريح الكلام ده. فانا طبعا صمت كده وسكت، سكت خالص كده وبصيت لهم كده، قلت لهم اقول لكم ايه، مش اما ابقى اشوف مصاريف القناه الاولانيه ابقى ادور على قناه تانية، او اما ابقى يعني اقبض حتى مره كده تفرح قلبي من القناه ديت ابقى ادور على قناه تانية. انتوا بتتكلموا في ايه يا ولاد؟ قالوا لي يا ماما لان انت الفكره اللي انت قلتها في الاكلات الاقتصاديه دي حلوه قوي، وفعلا اكلات حلوه لان انا عملت منيو بقى، فالناس هتتبسط بيها. قلت لهم ماشي، بس ما بقاش لسه ما خدتش اي قبض من القناه الاولانيه ولا فرحت بمره قبض فيها واروح ادور على قناه تانية، لان كل مره اقول هسيبها اروح ادور اعمل قناه تانية. طبعا كلام مش ناس عاقله خالص. لا، انا هخلي قناتي دي زي ما انا ماشيه، لان انا مش لسه مش عارفه انا رايحه لفين ولا واصله لفين. اما ربنا يكرمني فيها واقبض وييسر لي الامور فيها كده، حتى لا اقبض منها مره واحده احس انني يعني تعبي ما راحش على الارض، ابقى افكر في اي حاجه، لكن دي هخليها كل حاجه يعملوا فيها. تمام. هنا بقى الخضره بعد ما اتحمرت، شوفوا اتحمرت تحس ان بقى انها نشفت، تسيبها بقى لما تبرد خالص، ولو مستعجله حطها في التلاجة، ولما يعني عايزاها مستعجله عليها حطها في التلاجة تبرد معاك خلاص، عشان هندقها مع بعض تبقى ايه، تبقى نشفت وكده. انا هنا بقلبها اهي عشان تبرد معايا. تمام. فان شاء الله شوفوا معايا كده باذن الله، بوريها لكم اهي. بصراحه هتتبسطوا منها قوي قوي. اختاروا معايا الايام اللي احنا نعمل فيه، ولا نعمل كده اي يوم وخلاص. فيا ريت تردوا عليا ونشوف يعني كل ارائها هتبقى ايه. الحياه يا جماعه دي صعبه، واحنا عايزين يعني نزقها ونمشي. هنا بقى تومه دقتها اهيت. انا ممكن انت تحمري التومه مع الكزبره، يعني قبل الكزبره ما هتخش كده في التحمير تقوم راميه راس توم كده عليها تتحمر معاها وتدقيها. تمام. بس ما كنتش لسه قشرته فدقتها كده، ساعات بعملها كده وساعات بعملها طشه كده على وش القلقاس في الاخر، يعني تمشي معاكي في الحالتين. هتدقي. انا بقى على فكره معلش بتكلم بسرعه عشان بسجل، فالفيديو طبعا بسرعه لكم فما بلحقش اقول اللي عندي. تمام. هنا بقى هدقها خالص، انعمها خلاها بوريه زي بصوا بوريه بودره خالص، بودره، هي بتبقى معاكي بودره خالص وبتبقى زي الميه. فالحياه صعبه، عايزين نمشي الدنيا شويه في ولاد، في اسر، في الكلام ده، لان نمشيها نعمل اكلات اقتصاديه، وهيبقى في حاجات كتير اللي انت هتاخدي منه اللي انت بتحبيه، اللي انت بتحبيه غيرك ما بيحبوش، اللي غيرك ما بيحبوش في حاجه تانية بيحبها. فان شاء الله نعمل مع بعض تبقى متنوعه بقى لحد ما ربنا يكرمني في القناه واشوف مصيرها ايه. بس يا جماعه انتوا عارفين طبعا، انتوا ماشيين معايا خطوه بخطوه، انا لسه ما خدتش منها اي حاجه طبعا. انا بقالي سنتين، اكتر من سنتين طبعا، داخله في ال3 سنين، يعني زي اللي بيقولوا، زي المثل اللي بيقول بدقوا ميه في هون، بدقوا ميه في هون، ما فيش حاجه خالص. وكل مره اقول لكم انا مش هستمر. فطبعا ما انتوا طبعا معايا في النقطه دي، ما تضحكش على نفسك قناه تانية الا افتحها طبعا، لا طبعا ما ينفعش. فخليني في قناتي دي زي ما انا هيت، لما نشوف ربنا هيأمر بها بايه. ربنا لسه ما قرتش، الخير عنده والرزق عنده، لسه ربنا ما كتبليش رزق، والحمد لله والشكر لله. فردوا بقى عليا ان شاء الله عشان بس الدنيا تمشي ونقدر نمشي الحياه، نعاون بعض بقى، نعاون بعض. ممكن اخرج مثلا اشوف اجيب سمك اقول لكم كذا، لا دي كذا، نجيب طلبات للبيت، نجيب حاجات ونمشي نفسنا بالدخل اللي داخل لنا. نعمل الاكل مع بعض كده، نعمل اكله اقتصاديه مرتين في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع. فيلا يعني يرضوا بقى عليا ما وناخد وندي مع بعض كده، لان ان شاء الله ناوي ابدا لكم في المنيو ده، هتتبسطوا منه ان شاء الله باذن الله، هيعجبكم بامانه، هيعجبكم بجد يعني. ومن الحلويات برده مش هنساها، لا مش هنسى التورت ولا الجاتوهات ولا الحاجات اللي انا بعملها برده ما زلت زمانها. تمام. انا هنا دقيتها خلطها ناعمه خالص، هي بقى شوفوا بقت زي البودره في الصلايه الخشب كده، وتدقيها بقى لان هي بتبقى اما بتبرد بتنشف وبتبرد بقى، فبتيجي تدقها بالصلايه بتنعم، بتبقى زي البودره خلاص. انا هنا بقى اهيت دقتها بقى خالص اهيت.
هنا بقى اللحمه، بصوا الحته المقطع اللي هو كان وانا بحط فيه الكزبره، معلش المقطع دوت الكاميرا قفلت وانا بحط الكزبره على القلقاس. طبعا شلت القلقاس بقى من على البوتاجاز، حطيت عليه الكزبره وسقطت في قلبه اللحمه اهو، واخد الحله ارجعها على البوتاجاز تاني، تاخد كده غلوتين واشيلها، لان القلقاس كان دخل خلاص في التسويه، فما تبقيش تخليه يستوي معاكي، لو ما شاء الله ما شاء الله زي الملبن مستوي جميل جدا. باخد الحله باللحمه، شوفوا حطيت انا بقى طشه التومه اهي، صفرتها ونزلت عليها. هاخد بقى الحله باللحمه تاخد بس غلوه بس كده، واقوم شايلاها. انا بصور بس معاكم على الرخامه احسن من على البوتاجاز، ده عند البوتاجاز مش حلوه يعني. فشلت الحله جات لكم هنا بقى برضو. هنا بقى الخضره اللي فاضله اغطاها كده بكيس وعينها في قلب الفريزر بتاعنا في الفريزر. تمام. شايفين بقى القلقاس شكله عامل ازاي؟ ده خضره القلقاس يا جماعه، ده خضره القلقاس. عايزه تحط حبه ورق سلق، ورق السلق نفسه من العيدان، تقطعيه وتحمريه بعد ما مع الكزبره بشويه كده ماشي، ويتدق برده مع الكزبره. لكن يا جماعه ما بيتعملش بالطريقه التانيه دي خالص. معلش يا جماعه التليفون كان بيرن بس فقفلته علشان بس ما يعملش دوشه كده. هنا بقى شايفين بقى القلقاس عامل ازاي، ودي الخضره اهيت هنعينها بقى في الفريزر. هنا الكاميرا كان وانا والله بحط الخضره الكاميرا قفلت، فانا بقى خدت الخضره كده حسب بقى ما بتحبي تحطها بقى، تحطها وتقلبها في القلقاس. بصوا يعني القلقاس اللي بيتعمل الخضره بتاعته وتضرب في الخلاط بيبقى لون الخضره كده، بيبقى لا هو ده اللون الصح، دي لون القلقاس الصح، ودي طريقه الخضره للقلقاس صح. يا رب يعجبكم ونال رضاكم. ما تنسونيش يا جماعه في اللايك، ما تنسوش دعمكم للقناه. متشكره لكم جدا على دعمكم ليا وعلى دعواتكم الحلوه ليا. يا رب اكون عند حسن ظنكم واعمل لكم كل اللي بتتمنوه، وردوا عليا في الاكلات الاقتصاديه واستنوا مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.